الجميع يرغب في الحصول على قصة الشعر العصرية مع الشعر الطويل، لكن المشكلة تكمن في أنه كلما طال شعرك زادت مشاكله مثل تساقط الشعر والقشرة والجفاف. إذا لم تعتني به بشكل صحيح ستجد نفسك خلال سنوات قليلة بشعر ضعيف وغير صحي. اليوم سأوضح لك كيفية العناية بشعرك بشكل صحيح ب5 خطوات بسيطة. أولا، التنظيف. لا نتحدث فقط عن غسل الشعر بل عن تنظيف فروة الرأس. بسبب التلوث اليومي يتراكم الغبار والعرق والأوساخ على الشعر وفروة الرأس، لذلك التنظيف المنتظم في غاية الأهمية. ستحتاج للشامبو، لكن عليك أن تفهم أن وظيفة الشامبو الوحيدة هي تنظيف شعرك وفروة رأسك فقط. لا يتوقع أن يجعل شعرك كثيفا أو لامعا أو قويا. يعتمد عدد مرات غسل الشعر على نمط حياتك. إذا كنت في المنزل معظم الوقت أو تعمل بمكتب يكفي غسل الشعر 2 إلى 3 مرات أسبوعيا. أما إذا كنت تتعرض للغبار كثيرا أو تمارس الرياضة أو تعمل في الهواء الطلق فقد تحتاج لغسله يوميا بشامبو لطيف. إذا كان شعرك دهنيا استخدم شامبو يحتوي على مكونات مقشرة مثل حمض الساليسيليك أو زيت شجرة الشاي. إذا كان شعرك عاديا استخدم شامبو خفيف خال من الكبريتات والبرابين. أما إذا كان لديك قشرة استخدم شامبو يحتوي على كيتو كونازول. طريقة غسل الشعر الصحيحة هي التدليك بلطف بأطراف الأصابع لمدة دقيقة إلى 2 دقيقة على فروة الرأس، ولا تفرك الشعر بخشونة، ولا تستخدم الماء الساخن أبدا بل استخدم الماء العادي أو البارد. بعد الغسل يأتي الترطيب. بعد الشامبو يصبح الشعر جافا وخشنا لأن الشامبو يزيل الرطوبة الطبيعية، لذا يجب استخدام البلسم لتقوية الشعر وإعادة الرطوبة ليصبح ناعما ولامعا وصحيا. ضع البلسم فقط على خصلات الشعر بعد عصر الماء الزائد، وتجنب وضعه على فروة الرأس، ولا تعتمد على منتجات الشامبو والبلسم المدمجة. دائما استخدم بلسم منفصل. عملية التجفيف مهمة أيضا. تجنب فرك الشعر بالمنشفة بشدة بل جففه بالضغط والتربيت برفق، والأفضل استخدام منشفة مايكروفايبر لامتصاص الماء ومنع التلف. إذا استخدمت مجفف الشعر استخدمه على حرارة معتدلة أو باردة، ولا تعرض فروة الرأس للهواء الساخن. بعد ذلك التزييت أو وضع الزيوت. الهدف هو إضافة رطوبة وحماية للشعر. ضع الزيت فقط على خصلات الشعر وليس على فروة الرأس، لأن فروة الرأس طبيعية دهنية ولها عدد كبير من الغدد الدهنية. مرة واحدة في الشهر يمكنك تدليك فروة الرأس جيدا بالزيت. أما إذا كانت فروة رأسك دهنية أو لديك قشرة تجنب وضع الزيت الثقيل ولا تتركه طوال الليل. يكفي ساعة واحدة ثم اغسل. إذا استخدمت منتجات تصفيف مثل الشمع أو الجل أو مثبت الشعر تجنب وصولها إلى فروة الرأس، واغسل الشعر قبل النوم إذا استعملتها صباحا. هذه العادات الصغيرة تحدث فرقا كبيرا في صحة الشعر. أخيرا، التغذية. جذور الشعر تحتاج إلى غذاء من الطعام. البروتين ضروري لأن الشعر يتكون من الكيراتين، لذا أضف البيض، الجبن، الدجاج، العدس، الحمص وفول الصويا. الدهون الصحية تحافظ على ترطيب فروة الرأس ولمعان الشعر، ومصادرها المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور الكتان والشيا واليقطين. الفيتامينات والمعادن ضرورية، خصوصا فيتامين A وسي وإي والزنك والبيوتين. يمكنك الحصول عليها من السبانخ، البروكلي، الجزر، البطاطا الحلوة، البرتقال، الأملة والليمون. الترطيب أيضا مهم. اشرب 7 إلى 8 أكواب ماء يوميا لمنع جفاف فروة الرأس والقشرة. نم جيدا وتجنب التوتر لأنه سبب مباشر لتساقط الشعر. هذه كلها خطوات أساسية للحفاظ على شعر صحي وطويل. وإذا أحببت مشاهدة المزيد من الفيديوهات المشابهة اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات، ولا تنسى الاطلاع على الروابط في الوصف.